دايما لما بقرر اصور بالليل فيديو بيبقى في بداية الفيديو كده صوتي تحس ان انا مكسوفة اتكلم او حاجة، بس عشان البيت كله هادي ومفيش اي اصوات فحاسه ان انا المفروض معليش صوتي، بس يعني في نص الكلام صوتي هيبدأ يعلى كده، لكن دلوقتي تحس ان انا صوتي واطي شوية كده. يعني بقالي كتير قوي مصورش اي فيديوهات، بس طبعا عشان كان عندي امتحانات وخلصتها الحمد لله انا جيت تاني. فعلا وحشني قوي الصراحه ان انا افتح الكاميرا واقعد اتكلم. انا وحشني ان انا اصور فيديوهات عامه وان انا اعمل مونتاج وكل الحوارات دي. هرجع انزل فيديوهات كتير تاني. وكنت لسه من شويه ومن امبارح بدات كتبت كذا فكره او كذا حاجات عايزه اصورها، ومن ضمنهم حاجات حلوه قوي الصراحه. فترقبوا يعني الكلام ده ان انتوا وحشتوني جدا 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 بجد. وطبعا مبعرفش اقول كلام حلو، بس يعني افهموا انتوا بقى. زي ما قريتوا في العنوان فيديو النهارده ملوش حاجة معينة، اللي هو مثلا ميك اب فلوج او حاجة زي كده. هو ممكن تعتبروه فلوج بس هو مش قوي يعني. فجأة كده كنت قاعدة مش جايلي نوم، حسيت ان انا بقالي كتير قوي مش بفتح الكاميرا واتكلم، وحسيت ان انا عايزة اتكلم صراحة مع حد او مع ناس او كده. وانا زي ما قلت لكم الكاميرا بعتبرها مش بقى كاميرا كده بقى وبقعد اتوتر وهقولي وكده، لا انا بعتبركم يعني ناس. انتوا ناس فعلا. بس قصدي ان انا ببقى يعني في ساعتها وانا بصور عارفه ان تخيل كان ناس كتير قاعده قدامي وبنرغي بقى وكده، بس ناس مش لو ناس غريبه، لا يعني فاميلي كده. حاسه ان انا كرينجي شويه. المهم هي دي الحقيقه. يعني كنت بعمل حاجه من شويه اللي هي في بدايه الفيديو. كنت بكتب حاجات جديده عايز ان انا ابدا اعملها، حاجات الصراحه هتخلي اليوم بالنسبه لي احسن او انا عامه احسن. ولما حد يقول هو الحاجات دي هتخليني احسن او كده، ده مش معناه ان هو متحطم بقى ومكتئب والكلام ده، لا يعني احسن من الحاله اللي هو فيها ايا كانت هي ايه دلوقتي. دي اللي انا كنت بكتبها في اول الفيديو. والصراحه دي من الحاجات اللي انا عايزه ان انا اتكلم معاكم فيها. فجاه كده حسيت وانا قاعده ان انا عايزه، بما يعني خدت الاجازه كده، بس هي ملهاش علاقه قوي، بس طبعا ليها علاقه بالوقت. ان انا قبل ما اخد الاجازه ما كانش في حاجه في هنا حبايه مضايقاني، فهتلاقوني بعمل كده. قبل الاجازه طبعا ما كانش في وقت ان انا اعمل اي حاجه من الحاجات اللي انا كتبتها دي، او ممكن يبقى في وقت لحاجه واحده او حاجه زي كده، بس يعني حبيت استغل الاجازه بان انا بعد فتره او كده الاجازه دي تكون يعني غيرتني للاحسن. يعني هم اسبوعين عامه انا عارفه، بس انا دايما ماشيه بمبدا كده اللي هو اي وقت معين انتوا فاضيين فيه استغلوه في حاجه مفيده. هنا حاجات كتير قوي فعلا كنت حاسه ان انا عايزه ان انا ابدا اعملها، زي مثلا ان انا اول ما اصحى الصبح، انا الحاجات اللي انا بعملها اول ما بصحى الصبح يعني، بس بصراحه ما كنتش بعملها ايام الامتحانات، ان انا ببدا اليوم بالرياضه. عشان مش بس عشان يعني فتنس بقى وحركه وبتاع، بس عشان كمان هي اصلا بتديني يعني طاقه كده لليوم. ومش بس طاقه اللي هو انا اتحركت فبقى عندي نشاط بقى وكده، دي حاجه اكيد طبعا، بس كمان بتغير من المود بتاعي يعني للاحسن، بحس ان انا مبسوطه كده او اليوم ماشي حلو. وانا فعلا بجد اكتر حاجه بكرهها، هحاول اوطي صوتي شويه، ان انا اللي هو قبل ما انام كده اقعد افكر انا عملت ايه في اليوم، احس ان انا ما عملتش حاجه. بصراحه دي بالنسبه لي حاجه بتضايق كده يعني. بصوا قعدت اتهته كتير، بس فعلا بتضايق قوي. فدايما بقيت قبل ما انام اراجع نفسي كده، وصراحه لما بيكون اليوم ما فيهوش اي حاجه تانية عملتها بتضايق.
فبحاول بقى ان انا اغير الموضوع ده، بس هي بتحصل طبعا ومازالت بتحصل وهتحصل، ان اليوم يعدي كده ولا حاجه على حسب المود يعني. فحاجه من الحاجات اللي زودتها عايزه اعملها الصراحه ان انا بعد ما اخلص رياضه الصبح والحاجات اللي بعملها في الصبح يعني، ان انا انزل اتمشى شويه، يا اما الصبح اول ما بصحى يا اما بالليل مثلا لو حسيت ان انا عايزه اتمشى وكده هي بعملها. بس انا عايزاها تبقى اللي هو حاجه ضمن الروتين يعني، غير مثلا لو يوم ما لهاش وقت قوي ماشي، بس عايزه اثبتها اللي هو بصحى الصبح اخلص اللي عايزه اعمله وبعد كده انزل اتمشى. انا صوتي ليه عامل كده بجد؟ كمان حاجه ممكن تكونوا لاحظتوها طبعا في بدايه الفيديو ان انا كاتبه، بصوا انا كتبت كده ليه، علشان في ناس بتبقى ما بتحبش يعني تتكلم مع اي حد، وانا صراحه من الناس دي شويه او قوي. فانا كده، واحيانا في يعني في ايام معينه بحس ان انا الصراحه عايزه ان انا اتكلم، او مثلا حاجه حلوه قوي حصلت عايزه ان انا احكيها لحد، حاجه ضايقتني، حاجات بفكر فيها ومخلياني بفكر كتير، فمش عايزه ان انا افكر كتير قوي كده عشان الموضوع بقى مرهق والكلام ده. فبصراحه يعني حاجه من الحاجات اللي انا عايزه اثبتها برضو، هي طبعا كنت بعملها وبعملها يعني، بس عايزاها تبقى اللي هو حاجه ثابته زي ما قلت لكم، وهو ان انا يعني بدل ما اتكلم مع ناس او كده ان انا اتكلم مع ربنا يعني، واقول تفاصيل اليوم وايه الحاجات اللي ما كانتش بسطاني، ايه الحاجات اللي بسطتني والكلام ده. فبقالي كذا يوم مثبته الموضوع ده، دايما بعد ما بصلي الفجر يعني بقعد احكي بقى واتكلم يعني الحاجات اللي انا عايزه ان هي تبقى ثابته بقى كده في كل يوم عندي. هو طبعا اي وقت اعملوا الكلام ده يعني، مثلا حصل في وقت بالليل قبل ما تناموا، مش لازم بعد صلاه الفجر يعني، بس اللي هو حاولوا في يومكم تبقوا يعني بتتكلموا وبتحكوا مع ربنا الحاجات اللي انتوا حاسينها، الحاجات اللي انتوا عايزين تقولوها لاي حد، مش لازم تحكوا لحد عادي يعني. الورقه فيها حاجات كتير قوي عامه، بس انا بنقي حاجات معينه كده ممكن تفرق معاكم وتخلي اليوم بتاعكم احسن. دول حاجه من الحاجتين مثلا اللي هتخلي يومكم فعلا احسن، الحاجتين اللي انا قلتهم، ان انتوا تتمشوا لو عندكم اي فرصه في اليوم ان انتوا تنزلوا تتمشوا، فعلا دي حاجه هتغير من المود بتاعكم. وكمان تاني حاجه ان انتوا تقعدوا تفضفضوا لربنا وكده على كل تفاصيل اليوم بتاعتكم. ومثلا دي حاجه انا صراحه مش كاتباها، فعلا لو انتوا عايزين اليوم بتاعكم يبقى احسن حاولوا املوه بتفاصيل كتير قوي انتوا بتحبوها، او تفاصيل بتخليكم مبسوطين بعد ما تعملوها يعني. التلاجة فتحت تاني واعتقد هتبقى عامله صوت وش. واهم حاجه بجد يعني، بس عشان مجرد مش عايزين تبقوا لوحدكم او مش عايزين حد يشوفكم قاعدين لوحدكم فتجبروا نفسكم او تبقوا مجبورين ان انتوا تقعدوا حواليكم ناس مش بتحبوها ولا بترتاح لهم ولا بترتاح لهم كده يعني. بس مجرد ان انتوا مش عايزين تبقوا لوحدكم فقاعدين هنا اجباري، او اول ما تحسوا ان انتوا في مكان مش حابين الاجواء بتاعته ولا حابين الناس بتاعته، حتى لو بتحبوا الناس اللي فيه مثلا، بس الطاقه اللي هو الموضوع اللي بيتكلموا عليه الحوار حاسين بشويه نيجاتيفيتي كده، حاسين انتوا مش مرتاحين او مش مستمتعين مثلا، فقوموا على طول عادي. لان في اول ما تبداوا تفهموا فكره ان انتوا تبقوا قاعدين لوحدكم دي مش حاجه غلط ولا حاجه بتزعل، ان انا فعلا كنت كده يعني. كان ممكن ابقى قاعده اصلا في مكان مش مبسوطه فيه، بس انا قاعده فيه عشان ما اقعدش لوحدي فالناس تشوفني لوحدي وانا افهم ان انا لوحدي فازعل بقى، وازاي قاعده لوحدي الحزن ده والكلام ده. بس انا فعلا دلوقتي ممكن ابقى اصلا بقى قاعده في اجواء عجباني كل حاجه، بس انا عشان حابه اكتر دلوقتي حاليا ان انا ابقى لوحدي فاقوم عادي يعني. اول ما تفهموا فكره انكم تقعدوا لوحدكم دي حاجه حلوه مش وحشه، فعلا هتتغيروا كتير قوي. واي حد بيقول مثلا مفيش انسان بيتغير او الكلام ده، صح الكلمه دي ما غلط جدا يعني. انا كنفسي اتغيرت يعني مقارنه بزمان شويه. وطبعا اي حد يعني انتوا ما تكبروا هتفهموا نفسكم اكتر، هتفهموا انتوا بتحبوا ايه اكتر، ممكن تكونوا بتعملوا حاجات اصلا دلوقتي بعد كام يوم هتحسوا ان ده مش انا، لا مش شخصيتي، فتبطلوا تعملوها وهكذا. المهم خليني دلوقتي بس اقفل مؤقتا. انا مقطعه شفايفي هنا عامه فممكن تبقى متعوره فباينه في الكاميرا، بس انا عندي الخصله دي اللي هو اقعد اعمل كده. هنقفل دي دلوقتي لان قلت لكم كام حاجه كده، او الحاجات اللي انا كنت صراحه عايزه ان انا اتكلم فيهم يعني.
بصوا، هو انا ليه في كتابين بقراهم الفتره دي، عشان واحد روايه اللي هو نوفمبر 9 بتاع كولين هوفر ده، بس انا عامه لسه بادئه فيه من كام يوم، من اول ما خدت الاجازه، فيعني يومين مثلا او يوم مش فاكره، وانا خدت الاجازه من امتى. المهم الكتاب التاني بقى دي مش روايه، هو ده بيعلم حاجات كتير قوي، اللي هو 101 مش عارفه قلت كده، الحاجات اللي فعلا فعلا حلوه. انا لسه بدري عم اخلصه، فعلا بجد في حاجات كتير قوي قوي في الكتاب ده يعني هتفيدكم، لان هو مواضيع مختلفه، يعني حاجات مختلفه كده في الحياه عامه، فحلو جدا 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 جدا، لازم تجربوه. كان بقالي كتير قوي ما قلتلكوش الكتب اللي حاليا فيها يعني. انا عامه في العاده بنام 1 2 3، واحيانا بدري، بصراحه مش وقت معين، بس الحاجه ان انا ايا كان الوقت اللي انا هنام فيه، صراحه ما بيعديش 5 قوي يعني اخر فتره، بس ايا كان الوقت اللي انا هنام فيه يعني 1 2 3 12 10، ببقى مثبته ايه، مظبطه التايمر او المنبه يعني على الساعه 5 على حسب يعني. انا كده فوق منزله فوق كده في النوتيفيكيشنز يعني برنامج فيه كل الوقت بتاع كل الصلوات. فالفجر المفروض ان هو 5:19، فاعتقد ان انا هثبت الكاميرا واخش انام لحد ما الفجر يأذن. وعامة انا عادي، انا ممكن انام ساعتين بعد كده اصحى، بعد كده انام تاني بقى باقي النومة الكبيرة. زمان ما كنتش كده خالص، زمان لو نمت مثلا اللي هو في دماغي هنام ساعتين بنام 6 ساعات، لكن الحمد لله الواحد دلوقتي مخه بقى بيعرف يصحى يعني. فالمهم ان ده اللي انا هعمله، فجود نايت مؤقتا، هرجع لكم تاني لما اصحى لتاني مره. بصوا عيني تقفل. جود نايت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. كده صليت الفجر. عايزه اقول لكم حاجه صحيح، حاجه بخصوص اللي انا كنت بقول لكم عليه في بدايه الفيديو اصلا، اللي هو ثبتوا في يومكم، او تبقى حاجه اكيد في اليوم بتاعكم ان انتوا تحكوا كل تفاصيل اليوم والحاجات اللي بسطتكم والحاجات اللي ضايقتكم لربنا يعني. وقلت لكم ان اكتر وقت بحس ان هو حلو في ان انتوا تحكوا يعني او كده هو بعد ما تصلوا الفجر، بحس ان ده احسن وقت صراحه. بس زي ما قلتلكوا اي وقت عادي، بس يعني حاجه حلوه انتوا ثبتوها. فرجعت الموضوع ده تاني ليه؟ عشان كل شويه بتاكد اكتر، فعايزه ان انا انصحكم اكتر يعني، او اقول لكم ان فعلا دي حاجه مهمه جدا جدا، عشان فعلا حتى لو في حاجات بتفكروا فيها كتير بس انتوا اصلا نفسكم مش فاهمين انتوا ليه بتفكروا فيها كتير، او حاجه انتوا مش فاهمينها قوي، هتحسوا بعد كده ان انتوا مرتاحين كده، ما بقيتوش تفكروا كتير قوي في الحاجه دي، او بقيتوا فاهمينها ايا كان انتوا ايه هي الحاجه اللي بتفكروا فيها. بس فعلا لما تفتحوا كل اللي انتوا بتفكروا فيه لربنا يعني، هتحسوا بقى ان انتوا مرتاحين، هتحسوا بقى ان انتوا بدأتوا تفهموا كمان حاجات حتى كده يعني. فحبيت ان انا يعني اقول لكم الموضوع ده تاني عشان اكد عليكم يعني دي حاجه تبقى ثابته في يومكم يعني. بس حاليا المفروض بقى ان انا انام، يعني هعمل سكين كير بسرعه وانام بس. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. جود نايت.